كوكو ليفي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم البنات جبت لكم وصفة العرايش. تبعوا معايا الطريقة. هنا كما راكم تشوفوا عندي 3 كيلو تاع فرينة، عندي قرصة ملح، عندي 2 مغارف تاع حليب بودغ يعني لحظة، عندي هنا كاس غير ربع تاع السمن، وربع الاخر درتو زبدة دايبة، وعندي مغرف كبيرة تاع لافاني بيان سور. هنا البنات نروح نغربل الفرينة تاعي. كيلت هنا 3 كيسان بهداك الكاس اللي راهو فيه الزبدة. قلت لكم بهذا الكاس اللي كيلت به الزبدة كيلت به الفرينة 3 كيسان. نجي نغربلهم هكايا، نغربلو مليح الفرينة تاعنا البنات. صدقوني هاد العرايش حيجو بزاف طريين ويجو بزاف بنان. نزيدو نغربلو مام هذيك اللحظة البنات تاعنا. عندنا كما قلت لكم 2 مغارف كبار تاع اللحظة، عندنا مغرف كبيرة تاع لافاني، ماشي كبيرة يعني صغيرة تكون معمرة مليح. نحركو مليح هاد المكونات، نحركوهم مليح النواشف تاعنا، ومن بعد نزيدو الكيلة تاع السمن والزبدة تاعنا، ونبداو نديرو هكا نبسو هذيك العجينة تاعنا. كما راكم تشوفوا هكا بهاد الطريقة نبسو مليح العجينة تاعنا حتى تتعجن مليح هكايا. هذيك الزبدة والسمن ندخلوها مليح في الفرينة، نحكوها هكا بيدنا. يعني انا اول مرة نجرب هاد العرايش، ويعني يخرجوا لي بزاف هايلين وبزاف بنان وجو طريين ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا البنات نحكها مليح هكا حتى يدخل، كيما نقولوا حتى نولو ما نشوفوش هذيك الفرينة، يولي الخليط تاعنا قاع صفر حتى تتبسس هذيك يتبسس الخليط تاعنا. راكم تشوفوا كيفاش راني نحك فيها بيدي. الطريقة لازم نبسوه مليح. انا البنات بعد ما بسست تشوفوا كيفاش ولا الخليط تاعي، نجيب الملح تاعنا نحطوه هكا في الكوتي، وبعدين نجيب خليط تاع الاخر الماء وما زهر. كما راكم تشوفوا انا راني مخلطه شويه ماء وما زهر، ونبدا نلم في العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا هكا، ونبدا نلم فيها. هنا البنات الماء الزهر والماء كنت دفيته شويه كما تعرفوا في السمن تاعنا كانت دافيه، ما نقدروش نديرو ما بارد راح باسكو شغل تولي تشد روحها، لازم ندفوه شويه باش هكا تجينا سواسو. كما قلت لكم دفيت الماء وما زهر شويه برك، ونبدا نلم في العجينه تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وفيهاش هذوك التشققات. كما راكم تشوفوا البنات راني نوريكم كلش بالتفصيل. شوفوا هنا راهي شويه فيها هذوك التشققات، نزيد لها شويه تاع الماء هكا ونزيد نعجنها حتى تتلم لنا مليح. صدقوني هاد لاباط حتجيكم بزاف هايله وتجيكم طريه وتجي بزاف بنينه. كما راكم تشوفوا هكايا هاي ليك البنات العجينه تاعنا، هاي ليك كيفاش تجي طريه وتجي يعني مليحه. دوكا هكا نحطها في سيلوفان تاعنا ونخليها تريح كيما تحبوا ديروها صباح تخلوها تريح حتى العشيه باش تخدموها، ولا كيما تحبوا شحال عندكم الوقت تخلوها تريح هكايا ونخلوها. دوكا البنات نروحو نديرو الحشو تاعنا. كما راكم تشوفوا عندي 500 غرام تاع عفوا 200 غرام تاع اللوز مع بياض البيض
وعندي الغرفة وعندي مزار. كما قلت لكم البنات عندي 200 غرام تاع اللوز اللي كنت رحيتهم. اللوز يعني مقشر برك ماشي محمص ولا. وعندي زوج مغارف كبار تاع السكر عفوا كما راكم تشوفوا. هنا البنات باش نقول لكم السكر قلت لكم بايد البيض سمحوا لي ولا غير غلط. عندي شويه غرفه هنايا نحركوهم مليح ونزيدو مزهر ونلمو العجينه تاعنا. قلت لكم 200 غرام تاع اللوز مع زوج مغارف كبار تاع السكر يكونوا معمرين مليح، وعندنا شويه تاع الغرفه ونلمو بالمزهر. هذا هو الحشو تاعنا البنات. كما راكم تشوفوا نعجن مليح الحشو تاعي، نقعد نلم فيه بالمزهر غير بشويه كما راكم تشوفوا الطريقه هكا. لازم الحشو تاعنا يكون طري البنات ما يجيناش يابس. هاوليك شوفوا كما نقولوا كي تشكلوها كريه حتشكل معاكم فاسيلمون البنات. هنا هاي لك بعد ما العجينه تاعي ريحت نجي نديرها ديبولات، يعني حسبت بالعجينه نديرو 35 غرام تاع العجينه، نديرو 35. هذه جات كارونتيان نغسلها. هاي نوزن قدامكم البنات باش نوري لكم اكزاكت شحال. هاي لك 35 البنات كما راكم تشوفوا. هنا البنات بعد ما قسمت العجينه تاعي كاع هذيك قسمتها 35 واللوز تاعي درتو 15 البنات 35 مع 15 وبديت نشكل في العرايش تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نحكموا العجينه تاعنا نحلوها شويه بالحلال هكا كما راكم تشوفوا هنا هكا. كيما قلت لكم لازم نسقمو مليح الاطراف تاعنا هكايا باش تجينا الحبه تاعنا مسقمه كي نخدموها، يعني ما تقعدش ما تبان بلي ماهيش مسقمه. لازم توجو تقولي كوتي نسقموها مليح. صدقوني البنات والله راني عيانه بزاف بصح قلت ولا غير نبارطاجي هاد لي فيديو قبل العيد ولا راهي 5:30 تاع الصباح راني قراب عيانه بصح معليش. كما راكم تشوفوا البنات هكا راني نوريكم بالتفصيل كيفاش راني ندير، يعني ما فاصلت لكم حتى حاجه باش تشوفوا مليح بعينيكم كيفاش درتهم. توجو نقعد نسقم فيهم بيدي ومن بعد نروحو نحكمو هداك اللوز تاعنا باش نديرو التي تاعنا باش نقسمو العجينه باش نشكلو العرايش تاعنا. هكا البنات نديرو التي تاعنا ومن بعد نبداو نلمو في العجينه، يعني نبداو نلمو هكا في ليكوتي ونغلقو العرايش تاعنا كما راكم تشوفوا. تبعوا معايا طريقه حتفهموني يعني حتكون طريقه، يعني طريقتها بزاف سهله البنات. هاي لك نبداو هكا نغلقو فيها هكا من تحتها كما راكم تشوفوا البنات. نغلقوها مليح هكا من تحتها كامل ومن بعد نقلبوها ونكملو نخدموها. هذيك زياده كامل حتروح لنا البنات كاع نقلبوها ونبداو نسقمو فيها حتجينا كامل كيف
حتروح هاديك زيادة كيما راكو تشوفوا. كيما راكو تشوفوا البنات هنا قلبتهم وبديت نسقم فيهم كيما راكو تشوفوا هكايا. يعني الطريقة راهي واضحة، راني نوريلكم كلش بالتفصيل. كيما راكو تشوفوا هكا راني نسقم كاع فديك العجينة تاعنا اللي من تحتها باش تسقم لنا وتجينا كامل كيف كيف. هاي ليك يعني درناها كيما نقولوا على شكل تي هكايا، نرقوها كامل من تحت البنات وباينه بلي ندوروها كامل على جهه واحده كيما راكو تشوفوا هكايا البنات. دوك نبداو نشكلو في يعني العرايش تاعنا ندوروهم كامل على جهه واحده كيما راكو تشوفوا بهذه الطريقه. ولازم البنات نسقموها، يعني هي تحب الخاطر وتحب شويه فيها شويه خدمه، مي يعني سهله ماشي واعره بزاف. ندورو مليح العرايش تاعنا باش يجو كامل متساويين كيما راكو تشوفوا. ندوروهم كامل هكايا. يعني طريقة سهلة، يعني او كيما قلت لكم اول مرة نجربهم ونجحوا لي، وجات لاباط بزاف طرية وبزاف هايلة البنات، معكمش حتندموا عليها. هاكا رفتها في يدي البنات باش تشوفوا يعني كيفاش جات الحبة تاع العرايش تاعنا. واللي ما تعرفش ندير هاد الاشكال راهو كاين المول البنات سبيسيال تاع العرايش، ديروهم في المول تاني كيجو بزاف هايلين. هنا البنات هامليك العرايش تاعي بعد ما كملت شكلتهم كامل، نروحو نحكمو هكايا كي يغدوهم لكش حاجة نتقبوهم هكا بعد شكل من الفوق وفي ليكوتي البنات بيان سور كيما راكو تشوفوا هكا كيما راني نوريلكم. هنا البنات العرايش تاعي بعد ما درت لهم هكا دخلت لهم للفوق طيبتهم يعني من تحت مليح، ومن بعد كي شدهم حمار وطفيت عليهم وخليتهم حتى شدوا روحهم. مع الاول حيجوكم كي تشوفوهم طريين تقولوا مازال ما طابوا، مي هما يكونوا طابوا البنات. لازم درجة الحرارة تاعكم تكون يعني لازم الفوق تاعكم يكون سخون البنات. هنا البنات بعد ما طابوا لي العرايش تاعي نروح ندير طلية اللي كنت صورتها معاكم في فيديو سابق، يعني تاع في المخبز. كيما راكو تشوفوا انا الطلية تاعي نعجنها حتى تولي يعني تولي هكا ثقيله، ومن بعد نبدا نحل فيها بالمزهر. درت هنا البنات كنت قسمتها نص المخبز ونص العرايش. هنا درت كولون في الماء ودرت منه 6 قطرات برك باش خرجت لي هاد لاكولا كيما راكو تشوفوا. هذه هي لاكولا اللي خرجت لي تاع اللي حبيت نديرها في العرايش. كما قلت لكم درت زوج حب عصير تاع قارص مع زوج باكيات ونص تاع سكر كلاص مع يعني زوج بايض البيض. درت لي يعني القارص هو الاول وبايض البيض يعني خلطتهم مليح، ومن بعد بديت نغربل في السكر كلاص ونزيد ونعجن فيها حتى ولات لي هكا بهذه الطريقه. يعني دخلوا الفيديو السابق راكو حتلقاو الوصفه تاع الطليه. هنا كيما كنتو تشوفوا نروح ندير نطلي العرايش تاعي بهذه الطريقه كيما راكو تشوفوا، يعني ماهيش تبان مليح مليح البنات. كيما وريت لكم يعني ندير الطليه تاعي ومن بعد هذيك نبدا نخبط فيها حتى تحبط كامل، ما نخبطهاش يعني مليح مليح تكون قويه، يعني غير بالعقل عليها. هنا البنات ولا التليفون تاعي كان داير وما فقت باللي مانيش نصور. انا راني عاود درنيت هكا قدامكم باش تشوفوا كيفاش تجي الطليه تاعي. هاي ليك تجي ثقيله الطليه تاعنا البنات
هكايا، ونبداو نخبطو غير بالعقل حتى نهبطو هاديك الطلية تاعنا كامل. كما راكم تشوفوا يعني طريقة سهلة. هكا نخبطوها غير بالعقل حتى يهبط لنا كامل هذيك الطلية تاعنا. شوفوا الحبة تاعنا كيفاش تجي، يعني من الأحسن اللي تكون عندها هذاك شغل هذاك الكرياج هذاك تاع سوا تاع الكوشة ولا هكا كاين سبيسيال تاع الكاطو دير فيه الطلية تاعها من الأحسن. انا البنات بعد ما درت الطلية تاعي كامل ونحيت لها كامل دوك الزوائد اللي كانوا من تحتها، نحكم هاد الملمع تاعنا ونديرو كامل من الفوق. هذا الناكري في الارجون درتو البنات، ولا تحبوا ديروا دوغي ديروا، كل وحده دير واش تحب. يعني هاد الناكري حيزيد لها في شوفوا اللمعان تاعها، وحيجي الحبه تاعنا بزاف شابه، ولا فينيسيون حتجي بزاف هايله. كما راكم تشوفوا انا هنا كانت عندي قعدت لي شويه هذيك تاع الطليه، حنلصق بها الورد. انا الورد تاع العرايش خيرته في الغوج كما راكم تشوفوا هكايا. درت يعني شويه تاع العجين تاع الطليه في الورده ولصقتها من الفوق. هاي ليك، يعني ما قدرتش نصور كلش، كاين مقاطع راحوا لي البنات سمحوا لي. كما راكم تشوفوا هاي ليك دوزيام زيد نوريلكم. ندير لها ناكخي تاعنا كامل من الفوق هكايا. كما قلت لكم الحبة تاع العرايش تاعنا لازم ما تخلوها البنات كي يديروا لها الطليه تخلوها ليلة كاملة حتى تنشف مليح. فهمتوا البنات؟ في بلاصة يكون فيها يعني الهواء باش تنشف. ومن بعد كي تنشف لنا حنحولها كامل دوك الزوائد اللي يجو من تحت بالموس، ومن بعدها نجو نديرو لها لا ديكوراسيون بيان سور. انا المقطع راح لي تاع كي نحيت لها دوك الزوائد وكامل، مي وريت لكم يعني حبيت نوري لكم بالتفصيل، وريت لكم واش قدرت يعني سمحوا لي. دوك هنا بهذيك الطليه نحو نلصقوا الورد تاعنا. الورد توجو خلوه هو الاخر البنات باش هكا ما يتكسر لكمش وتجيكم لا فينيسيون تخدموا يعني خدمه لا فينيسيون تاعكم تجي مليحه. نلصقوا الورد تاعنا هكا، راني وريت لكم بالتفصيل. هاي لك شوفوا الحبه تاعنا تاع العرايش حال تجي شابه. انا بعد ما كملت كامل العرايش تاعي نروح نديرهم في لي كيسات ونعاود نوري لكم النتيجه النهائيه. هامليك البنات العرايش تاعي بعد ما كملتهم شوفوا كيفاش جاو. درت لهم دونتيل في الغوج جاو بزاف شابين. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. ما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. البنات صدقوني هاد الوصفه ناجحه من اول مره، يعني جربوها وعينيكم غامضين. راني نوري لكم يعني في النتيجه قدامكم. انا البنات كانت عندي حبه يعني تكسرت لي ومنها خليتها باش نوري لكم كيفاش يجوا العرايش تاعنا طريين وبزاف هايلين. هامليك انا نقطع فيهم قدامكم. شوفوا كيفاش يجوا البنات، يجوا طريين وبزاف هايلين وبزاف بنان. جربوا الوصفه ماكمش حتندموا عليها. بالسلامه البنات.